انت دلوقتي بتتفرج عليا، بس في حد بيسمعك، مش انا ومش التليفون. اللعبة اللي انت سايبها مفتوحة او الابليكيشن هو اللي انت بيسمعك وانت مش واخد بالك. مايك موبايلك او لابتوبك ممكن يكون شغال من غير ما تعرف، واكتر من كده كمان صوتك ممكن يكون دلوقتي متباع على الانترنت وانت مش داري. في لعبة شهيرة جدا بنلعبها كل يوم طلعت بتشغل المايك حتى وانت عامل ميوت، يعني ممكن تكون سايبها في الخلفية بتتكلم مع اهلك او بتتكلم في التليفون واللعبة بتسجل كل حاجة. الشركة بتقول ده علشان يحللوا سلوكك ويطوروا الذكاء الاصطناعي، بس المصيبة ان هاكر بسيط يقدر يخترق الصلاحيات دي ويبدأ يسمعك ويجمع عنك كل حاجة. مش بتخوفك، ده حصل فعلا مع آلاف اللعيبة، حياتهم اتسجلت واتثابت على السيرفرات بره من غير إذنهم. في صاحب شركة أمن سيبراني في أمريكا جاله فويس مسج على الواتساب، الصوت صوته بيقول كلام تهديد وبيقول معلومات حقيقية جدا. بعد التحقيق طلع هاكر استخدم الاي اي وخد صوته كمان من البودكاست قديم كان الراجل عامله، ركب الكلام وبعت الرسالة كأنك بتكلم نفسك بس مش انت. دلوقتي الذكاء الاصطناعي يقدر يقلد صوتك من مقطع 5 ثواني بس. لو عندك فيديو على التيك توك، ستوري على الانستجرام، او حتى كمان فويس على الجروب، خلاص كده صوتك اتسحب. واللي يرعب اكتر من كده ان كل ده بيحصل وانت نايم وساكت وانت فاكر اصلا ان انت متأمن. بس هل في حل؟ ايوه في حل، في ادوات بتمنع ده حرفيا وتحميك من البداية للنهاية وانت قاعد، وده دورك انك تبدأ تستخدمها وتاخد بوز ثانية بعد كل ده. في أداة اسمها مايك لوك بيمنع المايك انه يشغل اي حاجة من غير اذنك. في حاجة اسمها جلاس واير بيراقب كل البرامج اللي بتبعت الداتا من جهازك وبيكشف لو اللعبة فيها باك دورز ولا لا. طب وايه كمان اللي هيكشف صوتك او صورتك؟ في أداة اسمها فاكتاف دوت اي اي، دي تول هندية بتعرفك لو اي فويس معمول بصوتك باستخدام الاي اي. وكمان في حاجة اسمها مالوير بايت يمسح اي تطبيق فيه باك دورز، خصوصا الالعاب الغريبة اللي بتنزلها من بره، الاي بي كي او حتى كمان الكراك. احنا في عالم ما ينفعش تثق في اللي حواليك، صوتك صورتك جهازك كلهم اهداف لناس بتستغلك من بعيد، لكن لما تبقى واعي مستحيل حد يضحك عليك. سيب لايك واشتراك وكمان اعمل فولو وانشر الفيديو ده مع اي حد بيلعب او بيستخدم صوته اونلاين، لان الفيديو اللي انت شفته ممكن يكون بيتعمل عنك انت بعد شوية، مش بصوتي، صوتك.